صاحبي قوم كده وركز معايا علشان جايب لك النهارده حكايه من اللي قلبك يحبها، اكشن دراما رومانسيه حرب ضرب كل حاجه من الاخر. يعني اللي حب حكايه الاميره المجنونه فعلى ضمانتي شوف الفيديو ده، اخبط اللايك المتين بقى ويلا بينا نبدا الحكايه. بيبدأ الانمي وبنشوف مراسم نقل الاميره ايميلا لقصرها الجديد بمناسبه جوازها، وبنلاحظ ان التامين على الموكب بتاعها عالي جدا لدرجه ان قائد الحرس بنفسه جاي معاهم علشان يتاكد انها توصل بخير. في نفس الوقت شفناها هي والخادمه بتاعتها واللي كانت متحمسه قوي وبتقول لها الوضع شكله كده مليان توتر وحذر، بس صدقيني كل ده هيتغير لما نوصل للمدينه الجديده. انا سمعت ان المدينه دي حلوه قوي واكيد هتبقي مبسوطه وانت عايشه هناك. فالاميره ايميلا كانت ساكته وواضح عليها اصلا انها مش راضيه بالجوازه دي، واخر ما زهقت من الخادمه بتاعتها راحت مديالها على دماغها. وبالمناسبه البنت دي اسمها تالي. على الجانب الاخر شفنا مجموعه عمال بيحاولوا يسلكوا نهر المدينه اللي اتسد فجاه بكميه كبيره من الحجاره، كمان منسوب الميه بقى عالي من غير ما حد يعرف ازاي ده حصل. وقتها شفنا ولي عهد المملكه دي واقف وبيتابع بنفسه اللي بيحصل، وطلب منهم يستدعوا مسؤولين الجيش. في نفس الوقت كان وصل واحد اسمه شين من الحرس الملكي علشان يستقبل موكب الاميره، كمان عرفوا ولي العهد بالموضوع لان ايميلا المفروض ان هي مراته الجديده، لكن هو كمان كان واضح انه مش حابب الموضوع اصلا وشايف ان الجوازه دي كلها مجرد صفقه. الملك عايز القبيله بتاعتهم والقبيله بتاعت ايميلا يقربوا من بعض، وطبعا مفيش احسن من الجواز يعمل كده، وده اللي خلى ولي العهد يطنش الموضوع اصلا وقال لهم انا رايح اتابع الشغل عند النهر. طبعا كلهم كانوا متفاجئين لانه حتى مش عايز يشوفها. المهم وقتها شفنا ايميلا وتالي نازلين علشان يركبوا مركب هتوصلهم للبر التاني، ولاحظنا ان قائد الحرس بتاع قبيلتها يعرفها واتفاجئ ان هي الاميره نفسها. لكن الغريب اكتر كانت نظرات قبطان المركب اللي شكله كده مش ناوي على خير. وفعلا الموضوع ما اخدش وقت كتير علشان تظهر تحركات غريبه بتدل ان في مؤامره متخطط لها هنا. وقتها ولي العهد كان وصل عند النهر وبدا يحقق في اللي حصل ده، واول ما شاف شكل الحجاره اللي في النهر عرف ان اللي حصل ده مش بفعل الطبيعه، ده حد معين هو اللي عمل كده لحاجه مش مفهومه لسه. فبسرعه راح راكب حصانه وامرهم يجمعوا كل الجيش عند السد. المجرى المائي مسدود ومنسوب الميه عالي جدا، بمعنى تاني ان في حد عايز يجمع اكبر كميه ميه ومره واحده يسيبها تنطلق على المملكه، وده لو حصل هيعمل فيضان كبير. لكن ازاي هيقدر يدمر سد ضخم زي ده؟ ولسه ما كملوش تفكير لقوا السد بينفجر بقوه كبيره سمعت المملكه كلها. بدات الميه تتحرك ناحيه الجزء المدمر بسرعه كبيره في نفس الوقت اللي كان في حاجه غريبه بتحصل في سفينه نقل الاميره. وقتها شفناها نايمه على الارض بطريقه غريبه علشان تسمع تحركات اللي معاها تحت. هي طبعا ما عندهاش علم باللي بيحصل بره، لكنها بتعمل كل ده علشان عندها خطه مجنونه كده عايزه تنفذها. عايزه البت تالي تعمل ان هي الاميره وتقابل ولي العهد بدلها، وبما انه اصلا ما يعرفهاش تبقى الموضوع هينجح وتالي حياتها هتتغير. وبالنسبه لايميلا فهي اصلا مش عايزه الجوازه دي، لكن طبعا تالي كانت خايفه وقالت لها بالله عليكي بلاش خططك دي وابعدي عني. فايميلا قالت لها اسمعي بس، وبدات تتصنت على كلامهم تحت. وقتها كانوا هم بيقولوا ان الاميره محظوظه جدا لان تتجوز ولي العهد ده بالذات، لانه على عكس اخواته كلمته مسموعه في المملكه كلها والملك بيعتمد عليه اكتر واحد. فبطلتنا الغبيه اللي واضح ان سماعها تقيل افتكرتهم بيقولوا ان ولي العهد تقيل في الوزن مش تقيل في المكانه، وقالت يا رب يعني يوم ما اتجوز واحد جاموسه زي ده. وفضلت ورا البت تالي لحد ما خلتها هي تمثل انها الاميره، اما هي فراحت اخدت القوس بتاعها وشكلها كده ناويه تتعين في الجيش وخلاص وتسيبها من جو الرسميات ده. لكن فجاه لاحظنا مجموعه مراكب غريبه بتقرب منهم بسرعه، خصوصا لما قربوا من الغابه. وقتها المركب اتخبط في حجر وكل اللي عليه بداوا يحسوا ان في حاجه غريبه بتحصل. وبالصدفه شيانج قائد الفرسان شاف واحد مشبوه وسط عمال السفينه، بسرعه عرف انه اكيد مش لوحده، وعلى اخر لحظه عرف يخلص عليه قبل ما الواد يقتله. ومره واحده سهم جه ناحيه السفينه ودخل في جسم مندوب قبيله الاميره، ومن غير سابق انذار الوضع اتقلب 180 درجه. والصدمه ان السفينه كلها كانت تبع المجرمين. شيانج بسرعه امر الحرس اللي معاه يهاجموا افراد العصابه على الشط ويخلصوا عليهم، لكن العصابه اصلا كانت عامله لهم كمين وعرفت تخلص على كل الدعم اللي كان معاهم. فباقي الموجودين قالوا احنا لازم نحمي الاميره لان ده اهم حاجه دلوقتي. وفعلا حاول شيانج واللي معاه يتجمعوا على المقصوره الرئيسيه وبداوا يحاربوا في العيال اللي موجودين هناك، لكن ان هم ما كانوش عاملين حسابه ان الميه بدات تزيد بشكل كبير وخلاص بقت قريبه منهم جدا. كل ده وايميلا فوق عماله تلعب بالقوس بتاعها ده ومش واخده بالها من حاجه اصلا. وقتها القبطان دخل عليها وحذرها ان في عصابه بتحاول تخطفها وفي خطر على حياتها، فلازم الاميره تتحرك معاه دلوقتي. طبعا هو فاكر ان تالي هي الاميره، لكن قبل ما يتحركوا شفنا مندوب القبيله وهو جاي وعرفنا انه لسه عايش. وسال القبطان انت عايز ايه؟ فقال له انا جهزت مركب صغير نقدر نهرب بيه بسرعه من غير ما العصابه تلاحظ. وفعلا تالي بدات تتحرك معاهم بالرغم انها كانت خايفه وبتبص
لإيميلا علشان تلحقها. وقتها كان شيانج نازل تقتيل في افراد العصابه بكل قوته، بالرغم انه كان لوحده بيحارب، لكن بالرغم من كده علمهم الادب كلهم. وفعلا اللي كنا عاملين حسابه حصل، وطلع القبطان مع العصابه، ودلوقتي هو خاطف تالي وهرب بها في المركب. حاولت إيميلا تقول لشيانج بسرعه لكن من غير فايده، الميه زادت جدا والمركب عمال يبعد، فمن غير تفكير راحت ماسكه عصايه وطارت في السماء بكل مهاره ونزلت على المركب، خلصت على واحد منهم. وطبعا انتوا فاكرين انها قويه بقى وهتعرف تنقذ تالي منهم، للاسف هقول لكم لا، والاتنين اتربطوا جنب بعض كده وعايزين حد ينقذهم دلوقتي. فتالي قالت يا ربي انا كان مالي ومال المواضيع دي، بس قلت لك انت هتوديني في داهيه وانت ما صدقتنيش. فإيميلا قالت لها اصبري بس خلينا افكر في حل، وعملت نفسها قويه وقال ايه عايزه تقطع الحبل اللي مربوطه بيه. فتالي قالت لها خلاص هو ده الحل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخه. فجاه لقى واحد داخل معاه جرده الميه وبيحطها تسخن على النار، وقال لهم بص انت وهي خليكم هاديين علشان الموضوع يخلص بسرعه. فتالي قالت لها بقول لك ايه هم ليه بيغلوا الميه دي؟ فإيميلا قالت لها اكيد مش هيسلقونا يعني وهيستخدموها في حاجه تانية. لكن فجاه سمعتهم بره بيقولوا لما الميه تغلي هيكونوا جاهزين علشان يتسلقوا وبعدها ناخدهم. فتالي قالت لها سمعت يا اختي ولاد الكلب فاكريننا فراخ وهيتعشوا بينا النهارده، اتصرفي بقى يا ام العريف انا مش عايزه اتاكل. فإيميلا تخيلت نفسها في طبق الشوربه وقالت لا احنا لازم نعمل حاجه، وبدأ هما الاتنين يتحركوا علشان يوصلوا للمخرج. وقتها شفنا العيال اللي بره بتتكلم على العشاء عادي، وكان في ايديهم الفراخ اللي هيطبخوها برضه. ومره واحده لقوا شخص داخل عليهم، والمفاجاه انه كان ولي العهد نفسه، وقبل ما يعملوا اي حاجه راح مخرج سيفه ونزل فيهم تقتيل من كل مكان. البنات على الجانب الاخر كانوا قاعدين، ومره واحده لقوا واحد من العصابه بيطير على الباب وينزل في الشوربه. واول ما خرجوا إيميلا اتفاجئت لما هو اللي عمل كل ده، وبالرغم انها ما كانتش تعرف ان هو اصلا، لكن شفناها وهي مصدومه من وسامته، وفي الطريق لاحظت ان في ايده اصابه فطلبت منه انها تعالجه. وطبعا كل ده هو فاكر إيميلا خدامه الاميره اللي طلب منها انها ترجع وتصرف نظر عن الجوازه دي لان المدينه هنا خطر. فتالي قالت وبعدين بقى ارد اقول له ايه ده؟ وقتها إيميلا قالت له ان كل حته فيها خطر فما يقلقش عليها. فولي العهد قال لهم ان القبيله بتاعتهم وصلت فهو هيمشي دلوقتي. وفعلا الدنيا رجعت تاني تهدى، وقدر موكب الاميره يوصل بسلام للقصر الجديد اللي إيميلا هتعيش فيه. وطول الطريق فضل قائد الحرس يقول لها ابوس ايدك عدي اليوم على خير مش عايزين مشاكل، لكن استغرب هي ليه مش بترد عليه دي، واتصدم لما شاف تالي هي اللي في الموكب مش إيميلا. فقال لهم ده انتوا يومكم اسود النهارده. وفضل يدور عليها بسرعه لحد ما لقاها في السوق عماله تاكل، فاخدها ورجع. هي تسكت بقى وتعدي اليوم؟ ابدا. اول ما وصلت دبت خناقه مع اخت الامير الصغيره شخصيا، وكل ده علشان هي كانت عايزه تشوفها وتالي خايفه تخرج. واخيرا بعد كل التاخير ده دخلوا يقابلوا الملك والملكه وعرفوهم باللي حصل في الطريق، وده اللي فاجئ الملك وخلاه يسال باقي الامراء المسؤولين ايه اللي حصل. فبداوا يعرفوه بالتفاصيل وقالوا له انهم فتحوا تحقيق في الموضوع وخلال ساعات هيعرفوا كل حاجه. فمندوبين قبيله إيميلا قالوا معلش بس هو مين في الشباب دول هو ولي العهد اللي هيتجوز الاميره؟ فالملك قال لهم والله هو مش موجود، وعرفهم ان ابنه ليه هو اللي المفروض يتجوز النهارده، لكن محدش يعرف هو فين دلوقتي. فكلهم استغربوا هو ازاي يغيب عن حدث مهم زي ده، وخصوصا ان الملك حاضر. وفي اخر اليوم شفناه بيتكلم مع زين المساعد بتاعه والطبيب الخاص بيه، واللي كان بيحذره من التهور اللي هو فيه ده. موضوع انه يهاجم العصابه لوحده ده ممكن كان يوديه في داهيه. كمان الاجتماع اللي حصل النهارده وهو تغيب عنه، فليه قال له سيبك من الكلام ده دلوقتي، هم عارفين ان اصلا مش موافق على الجوازه. على الجانب الاخر بقى كانت قنبله الضحك كله قاعده في اوضتها هتموت من الغيظ. بقى هي جايه كل ده واتخطفت من عصابه غريبه ولبست واتجهزت علشانه، وهو في الاخر سايبها ومش معبرها كده، ده حتى الاكل مش عايزه تقرب منه من غير لما تشوف وش حضرته. واخر ما زهقت قالت والله ما انا مستنياه وهاكل انا جعانه. فجاه لقت اخته جت وقالت لها ايه سابك لوحدك علشان بعد كده تعرفي انت بتتخانقي مع مين كويس، وادت لها رساله كده ومشيت. فإيميلا قالت اهو ده اللي كان ناقص بقى، وسالتها اخوكي ده فين يا بنتي خلي اليوم يخلص على خير، خصوصا ان الملك على الجانب الاخر كان على اخره هو كمان. واخر ما زهق قال لهم يضربوا الالعاب الناريه ويخلصوا الحفله، ودي كانت اول مره إيميلا تشوف العاب ناريه في حياتها، واتفاجئت من شكلها اللي كان جميل جدا. كمان شفنا ليه راكب حصانه وبيقول شكلهم كده خلصوا الحفله من غيري احسن برضه. لكن طبعا الملك قال لهم يعملوا حفله تانية بكره لحد ما الباشا يحضر، وفعلا شفنا إيميلا قاعده بتتجهز والخدم كلهم ملمومين عليها علشان يظبطوها على الاخر. واخيرا بعد شويه تعذيب في وشها كده طلعت جميله جدا والكل كان مبهور بيها. وعلى الجانب الاخر كان ليه برضه جهز وراحوا هما الاثنين للقصر وشفناهم مع بعض لاول مره، لكن طبعا علشان هما نحس ما بقوش عارفين طريقه حركتهم قدام الملك هتبقى ازاي، وكل واحد راح من ناحيه. فهي قالت له يا زكي خليك ورايا بلاش الاحراج ده، فليه اتضايق وراح ساحبها براسه كده خلاها تقف جنبه. وبعد ما الاثنين حيوا الملك والملكه الحفله بدات، وكل قبيله بقت بتقول القصايد في اللي هما كتبوها في بعض، يا رب بس ما ترجعوش تتخانقوا تاني لان العريس والعروسه مش طايقين بعض اصلا. المهم بعد شويه قالوا لهم يلا علشان تكملوا المراسم لازم انتوا الاثنين تضربوا السهام دي وانتوا بتتمنوا حاجه. فإيميلا المجنونه قالت دي لعبتي، وطلعت
طلعت جري علشان تلحق الاسهم. صحيح هي كانت هتقع على وشها، لكنها جريت واخدتهم الثلاثه وضربتهم لوحدها. فكل الموجودين قالوا هي مالها دي، مش عايزه تسيب لو امنيه يتيمه حتى للامير، لكنهم فضلوا يضحكوا كلهم، خصوصا لما شافوا مهاراتها في استخدام القوس والسهم. المهم بعد كده قالوا لي ايه بقى، يلا خد العروسه وروحوا للجناح بتاعكم. فلي بص لهم كده اللي هو انتوا مالكوش دخل، انتوا خلوكوا في حالكم انتوا. كمان ايميلا كانت راسها والف سيف ان تالت بات معاها النهارده في الجناح بتاعها. فتالي قالت لها ما ينفعش طبعا، الامير هتلاقيه جاي دلوقتي فلازم امشي. فايميلا قالت لها ابقى اشوف وشه هنا ده، انت فاكره ان ناسيه اللي هو عمله امبارح ولا ايه؟ وفضلت تزن عليها علشان توافق. فتالي قالت لها انت بس متوتره شويه علشان كده هسيبك تهدي، وخرجت بسرعه قبل ما تمسك فيها. فايميلا قالت لها لا وانت الصادقه، انا جعانه مش متوتره. ونزلت اكل في اي حاجه تقابلها وهي بتنادي على تالي وبتضايق فيها، ويا عيني علشان البت جعانه اصلا طول اليوم دخلت تاكل معاها وخلاص. في نفس الوقت شفنا ليه قاعد مع مندوبين القبيله بتاعتها، وتحس انهم كانوا بيوصوا عليها، شكلهم كده عارفين انها مجنونه وهتخرب الدنيا. طبعا هم مش عارفين انها عماله تشرب على اخرها الناحيه التانيه، وجابت تالي واختي الصغيره وعمالين يلعبوا. المهم دلوقتي ان زين عرفوا انه وصل لحاجه مهمه بخصوص العصابه اللي هجمتهم، وعرفوا ان من فتره الملك رفض واحد كده من العسكريين، وعلى الاغلب هو اللي بيعمل كل ده علشان ينتقم. فليه ما كانش فاهم ليه هو عايز ينتقم ويخطف الاميره. في الوقت ده كانت هي خلاص اغمى عليها من كتر الشرب الهبله دي، وقال ايه عماله تحلم انها مع واحد كده باين عليها انها بتحبه، وجه الامير الشرير واخدها منه. يا عيني ليه كان كل ده واقف وسامعها وهي عماله تنده على الواد ده في خيالها، وساكت مش راضي يتكلم. فتالي راحت بسرعه صحتها قبل ما تخرب الدنيا اكتر من كده. ايميلا بقى اول ما شافته قالت له انت ازاي تدخل كده من غير ما تخبط على الباب؟ فتالي قالت لها خبط يخرب بيتك وبقاله ساعه مستنيكي. فالهبله ما بقتش عارفه تقول ايه، وما لقتش حاجه قدامها غير انها تتخانق معاه علشان اتاخر عليها. هو بقى ما كانش مهتم اصلا، وقال لها قومي البسي علشان الملك عايزنا، وسابها ومشي. وفعلا الملك والملكه كانوا عايزين يتعرفوا عليها اكتر، وبالمره يقولوا لها على اسم شهرتها الجديد، لان المتعارف عليه في القبيله دي ان كل بنت لها اسم خاص بيها غير اسمها الحقيقي. وبعد ما خلصوا كانت ايميلا راجعه مع اخت لي، وبالصدفه قابلوا واحده كده كانت اول مره تشوفها، ولاحظت ايميلا انها بتتكلم معاها بسخريه كده هي والخادمه اللي معاها دي. فسالت اخت لي هي مين، لكن البنت ما رضيتش تكمل كلام وسابتهم ومشيت، وكان واضح على شكلها انها مش حابه ايميلا خالص. وقتها كان ليه رجع تاني يتكلم مع الملك بخصوص الحادثه اللي حصلت من كام يوم. كده عليه الملك انهم ياخدوا حذرهم المره الجايه، لانه معتمد عليه وعلى اخواته في حمايه القبيله. ولاحظوا ان السما بدات تغيم وشكلها كده هتمطر. مين بقى تعيسه الحظ اللي كانت لسه راجعه للجناح بتاعها والدنيا بدات تمطر؟ اظن انتوا عارفينها. المهم بطلتنا المنحوسه ما بقتش عارفه تمشي ازاي في الجو ده لانها كده هتتعب، فحاولت تروح لاي مكان قريب لحد ما المطر يقف. وبالصدفه سمعت صوت آلة غريبه كده جايه من مكان جنبها، ولما وصلت هناك شافت بنت موجوده، ومره واحده كده بدات تعطس من البرد لحد ما البنت اخدت بالها وقالت لها ادخلي قبل ما تتعبي، وخلتها تغير هدومها. فايميلا ما كانتش فاهمه هي دي كاهنه ولا ايه، لكنها كانت حاساها لطيفه. في نفس الوقت وصلت تاكيدات للقصر ان المسؤول العسكري اللي هم رفضوه هو اللي ورا الهجوم اللي حصل، خصوصا بعد ما اتاكدوا ان قبطان السفينه كان واحد من جنوده، ولان ليه كان هو سبب رفضه وبعدها هزيمته لما حاول يتمرد عليهم بقى عايز ينتقم منه باي شكل ممكن. علشان كده لما عرف بموضوع جوازه كان عايز يخطف الاميره، لكنهم كانوا شاكين برضه ان الواد ده اكيد وراه حد اكبر منه هو اللي بيأمره يعمل كده، لانه حتى لو عايز ينتقم مش هيكون بيعمل كل ده ببلاش. علشان كده لازم ياخدوا بالهم في الايام الجايه كويس. وقتها كان الكلام ده بين شيانج واخو ليه، وبالصدفه وقتها خرجت بنت جميله وعدت من جنبهم، وكان واضح ان شيانج بيحبها، وعرفنا ان البنت دي هي الاميره جانا. في نفس الوقت كان المطر وقف وقامت ايميلا علشان ترجع للجناح بتاعها، وهنا جانا شافتها واستغربت هي بتعمل ايه هنا. وفي نفس اليوم بالليل كانت ايميلا واقفه بتاكل الحصان اللي جات بيه للقصر ده، وبتقول له خلاص بكره انا وانت هنرجع لحياتنا الطبيعيه ونخلص من كل ده. وكان واضح انها لسه عايزه تمشي ومش حابه تكون مع ليه. وقتها جه مندوب القبيله بتاعتها وشافها وهي بتعيط كده، فبدا يهديها وعرفها ان كل حاجه هتكون كويسه بس هي تصبر. ومع طلوع النهار شكر الامير وودع ايميلا علشان قرر يمشي. فهي طبعا اتصدمت لانها كانت ناويه ترجع معاه، وفضلت تجري وراه وهي بتنادي عليه علشان يرجع ياخدها، لكن كل ده كان من غير فايده. ليه بقى كان شايف كل ده ومستغرب هي ليه بتعمل كده، وفهم ان هي كمان مش حابه تكمل في الجوازه دي. ولما ايميلا رجعت للجناح بتاعها بدات تلم حاجتها وحلفت ما قاعده لهم فيها. فتالي قالت لها استني بس بلاش جنان، انت ايه اللي مخليكي مصممه كده؟ فقالت لها انت مش فاهمه حاجه، لما يحصل جواز بين قبيلتين المفروض اهل العريس يحرروا الحصان اللي العروسه جت بيه هنا، وده بيكون دليل يعني انهم عايزينها معاهم خلاص. لكن لو فضلوا ماسكين الحصان عندهم يبقى ده معناه ان العريس عايز يخلص من
العروسه تاني، فانا هريح نفسي وامشي. كمان عرفتها انها كانت بتتكلم مع اخت ليه من كام يوم، وعرفت منها ان سبب الجوازه دي كان صراع قديم بين الملك والقبائل اللي بينهم قبيله ايميلا، والصراع ده هو اللي اسس قاعده الجواز بين القبيلتين، لان ده حصل قبل كده من سنين طويله. علشان كده ايميلا دلوقتي مش موافقه على الوضع ده وعايزه تمشي. هي مش هتضيع حياتها علشان اساطير قديمه محدش يعرف هي حقيقيه ولا لا. فتالي قالت لها طب افرضي حصلت حرب تانية بسببك، انت كده هتضيعي قبيلتك كلها. فايميلا سكتت شويه كده وقررت تغير هدومها وتخرج تتمشى في القصر. على الجانب الاخر زين ولي كانوا قاعدين يتكلموا مع بعض، وقال له زين انت عرفت ان مراتك الجديده قابلت الاميره هوشن من كام يوم وكانوا يتخانقوا مع بعض؟ فليه قال له عارف، وبعدين انا ماليش علاقه بيهم الاتنين فمش مهتم. فزين قال له بس الاغلب هنا فاكرين عكس كده وبيقولوا انك بتحب الاميره هوشن دي. فقال له لا ده كلام بس، انا اهم حاجه عايز اتاكد ان الجديده دي ما تعملش مشاكل وخلاص. في نفس الوقت جه واحد من الحراس وطلب من ليه يجي معاه دلوقتي. على الجانب الاخر شفنا هوشن والخادمه بتاعتها بيراقبوا ايميلا وبيقولوا هي لابسه ايه دي ورايحه فين. حاولوا يضايقوها ويسالوها انت رايحه فين كده وايه اللي معاكي ده. فايميلا قالت يا رب بقى على الرخامه، وعرفتهم انها بتتمشى عادي. فالبت خادمه هوشن قالت لها هو الامير طلقك ولا ايه؟ اصله لحد دلوقتي ما بصش في وشك يعني. فايميلا جابت اخرها وكانت عايزه تمشي قبل ما ترتكب جنايه، لكن هم برضه فضلوا مصممين وكانوا عايزين يعرفوا هو ايه اللي في الشنطه اللي معاها دي. قال ايه في مجوهرات ضايعه وهم بيدوروا عليها. حاولت الخادمه تاخد الشنطه لكن ايميلا راحت ماسكاها ومدياها على دماغها. وقتها البت الخادمه شدتها من شعرها وكانت لسه هتضربها، لكن فجاه ظهر ليه ومسك ايدها رماها بعيد. فحرفيا كلهم كانوا واقفين مصدومين انه بيدافع عنها قصادهم، وفضلوا يقولوا له ان هي السبب وهي اللي عملت مشاكل معاهم. كل ده وبطلتنا الهبله سرحانه في دنيا تانية اصلا وفرحانه انه دافع عنها، وقبل ما تستوعب اصلا لقيته ماسك ايدها وماشي. فهوشن كانت مصدومه من اللي حصل ده وحلفت لا تنتقم من ايميلا باي طريقه. المهم هم في الطريق ايميلا ما بقتش فاهمه حاجه، هو الواد ده عايز يطلقها ومش بيحبها ولا هو بيدافع عنها ومش عايز حد يأذيها؟ ولما وصلوا للجناح تالي راحت تطمن عليها وقالت لها حاجه بصوت واطي قبل ما تدخل. كمان عرفتها ان الامير قال عليها انها شخص كويس فما تبوظش الدنيا بقى. فايميلا قالت لها انت اللي بتقولي كده، ما انت عارفه انه مش عايزني اكون هنا. وقبل ما تكمل لقيته بينده عليها فراحت له بسرعه وقال لها بصي انا صحيح قلت قدامهم انك مراتي ومش عايز حد يضايقك، لكن انا ما كنتش اقصد كده. في شروط هنا لازم تمشي عليها لو عايزه تفضلي، واولها انك تبعدي عن المشاكل. لو تصرفاتك دي هترجع عليا او على القصر هنا باي ضرر انا هطلقك على طول. فايميلا قالت هو ماله ده. كمان عرفت ان مسموح لها تعمل اي حاجه في القصر لكن بره لازم تتعامل كزوجة الامير. وشفناها بعدها بتحكي لتالي على اللي هو قاله وكانت ميته من الضحك، وكل كلامه ده ولا كان فرق معاها، بيقول نكته هو باين. وفي النهايه راحت نايمه على الترابيزه وقالت الواد ده رغاي قوي، دماغي صدعت من كتر كلامه. في نفس الوقت ده شفنا بنت بتتكلم مع شخص غريب وبتقول له ان الامير اتخانق هو ومراته الجديده النهارده، فهو قال كويس وسلمها خطه جديده تبدا في تنفيذها. فالبنت شافت الورقه وقالت تمام ماشي، وكان واضح ان دول هم اللي عايزين المشاكل تزيد علشان يخلصوا من ايميلا. في الوقت ده كان ليه باعت واحد من الحرس بتوعه في مهمه بحث في المدينه، والشخص اللي بيدور عليه ده هو مجرم خطير متورط في الحرب اللي حصلت قبل 10 سنين. وفعلا الحارس قال له انا عرفت انه موجود في مطعم كده ورحت عشان اقبض عليه، لكن المفاجاه لما لقى صاحب المطعم مقتول وواقع على الارض ولسه بيحاول يشوف ايه اللي حصل له، راح الواد هاجم عليه وكان خلاص هيقتله لولا ان الحارس ضربه بسرعه ونزل وراه وبدات مطارده في المدينه. لكنه اتفاجئ ان المجرم بيهدده ببنت صغيره لو قرب هيقتلها، وفعلا الواد خطته نجحت وعرف ان الحارس مش هيقرب، فبكل قوته راح شايل البنت ورميها في السماء، وده اللي خلى الحارس يجري عليها علشان يلحقها وقدر المجرم يهرب. في الوقت ده كانت ايميلا قاعده مع الكاهنه صديقتها الجديده اللي بقت بتقضي اغلب وقتها معاها، وطبعا كأي صاحبه وفيه بدات تحكي لها على ليه واللي بيعمله معاها. فالكاهنه اللي عرفنا ان اسمها بريس قالت لها انت عايزه تجننيني؟ اخر مره كنت هنا قلت لي انه بقى شخص كويس. فايميلا قالت لها كويس بس رخم، وسالتها ايه رايك في الشاي اللي انا بعمله لك؟ انا ملاحظه ان مفيش حد بيجي لك هنا الا انا. فبريس كانت مستغربه لانه فعلا مش بتختلط بحد خالص في القصر ده، ومش فاهمه هي ازاي بقت صديقه ايميلا بسرعه كده، واتفاجئت انها بتقول لها انا عايزه اتعلم العزف زيك كده فعلميني. فبريس قالت لها ماشي، على الاقل ممكن اعرف ايه السر في حبك للناس بسرعه كده. المهم بقى خلونا نسيب الناس الحلوه دي ونروح للناس الشريره. وقتها كانت هوشن في اوضتها ولسه متعصبه من اللي حصل لها امبارح. البت اللي معاها حاولت تقول لها ما تزعليش نفسك، دي بنت معفنه اصلا وما تتقارنش بيكي وبجمالك، واكيد الامير هيسيبها ويرجع لك حالا. فهوشن اتعصبت اكتر وقالت لها ما تجيبيش سيرتها تاني قدامي،
ومن غير ما نفسها، وفضلت تشتم في إيميلا وكانت عايزة تشوف حل في أسرع وقت تخلص بيه منها وإلا ممكن يحصل لها حاجة. فالبت الخادمة قالت لها أنا النهاردة شفتها لابسة لبس المعبد ورايحة المدينة، وأكيد كانت رايحة تقابل الكاهنة اللي هناك صاحبة بريس، ولو ليه عرف بالموضوع ده ممكن يطلقها لأنه بيكره الكاهنة دي. كمان أنا قابلت الأميرة سيا سيدة البلاط الملكي زمان وقالت لي أبلغك سلامها ولو احتجتي أي حاجة تقولي لها على طول، وأنت عارفة إن سيا علاقتها حلوة بليه فممكن نستفيد منها. فهوشن فكرت شوية وقالت لها سيبينا أفكر. في الوقت ده شفنا ليه بيتكلم مع زين بخصوص المجرم اللي هرب منهم ده. وقتها زين قال له المجرم ده أكيد له علاقة بدونج القائد العسكري اللي اتفصل من سنين، لكن أنا شاكك في حاجة، أنا حاسس إن اختفائه ده ولي العهد يعرف حاجة عنه. وهنا نعرف إن ليه عنده أخ أكبر منه ويعتبر هو ولي العهد رقم 1 في المملكة. لكن طبعا ليه ما كانش فاهم إيه علاقته بموضوع المجرم ده. هو من كام يوم كان قاعد معاه وفعلا اتفاجئ بكلام غريب هو بيقوله عن حكام القبائل اللي في المملكة، واللي هو عايز يقلل من قوتهم علشان هو شايف إنه استنفاذ لفلوس وموارد المملكة. لكن ليه كان رأيه إن قوة حكام القبائل دي حاجة مهمة جدا، خصوصا إنهم عايزين يحافظوا على أمان المملكة من أي هجوم خارجي. فولي العهد قال له بس كده خسارة كبيرة علينا، ولو حصل أي حاجة مرة تانية شعبنا مش هيقدر يستحمل أي حرب تانية، علشان كده عايزك تقنع الملك بالموضوع ده لأن أنت الوحيد اللي هو بيقتنع بكلامك. فليه علشان يتهرب منه قال له مش موضوع يقتنع بكلامي ولا حاجة، الملك بيحب ياخد قراراته بنفسه. فولي العهد اتضايق وقال له خلي بالك أنت عاجلا أو آجلا هتكون شغال تحت أمري، فبلاش تعمل عليا الحركات دي. فليه قال له أنا شغال في خدمة المملكة مش في خدمة حد معين، وبعدين أنت تعرف إن المجرم دونج اللي احنا بندور عليه هو نفسه اللي كان مخطط للهجوم على موكب الأميرة. فولي العهد اتصدم وقال له ازاي يعني. في الوقت ده رجعنا ليه وهو بيتكلم مع زين وبيقول له احنا صحيح شاكين ان ولي العهد يعرف حاجة مش عايز يقولها، لكن برضه هو قلقان من اي تمرد ممكن يحصل تاني، علشان كده زي ما احنا مختلفين معاه في حاجات لازم نتفق معاه في حاجات برضه. لكن اللي ليه ما يعرفهوش ان ولي العهد كان قاعد في اليوم ده مع مجموعة من قادة القبائل الموالين ليه واتفق معاهم في كام موضوع هو عايز ينفذه، لكن كان عندهم اكتر من شرط. اوله ان الجوازة اللي حصلت دي لازم تنتهي لانهم بيكرهوا القبيلة بتاعه إيميلا ومستحيل يوافقوا انه يكون بينهم تعاون. والغريب ان ولي العهد وافق على كلامهم فعلا وامر واحد منهم انه يخلص الموضوع ده من غير ما يسيب اي دليل وراه علشان الملك ما يعرفش. وما بقيناش فاهمين هو ولي العهد ده عايز يخلص من إيميلا ازاي يعني. كمان هوشن قابلت البنت اللي كانت بتخطط تنهي علاقة إيميلا بليه امبارح وراحوا يتكلموا مع بعض، وكان واضح ان الكل بدأ يحط هدف واحد قدام عينه وهو الخلاص منها. لكن الخطير فعلا لما شفنا الشخص اللي ولي العهد اتفق معاه ده بيتكلم مع المجرم اللي كانوا بيطاردوه الصبح في المدينة. قال له انا اخدت السماح من ولي العهد، كمان كام اسبوع القصر هيكون جاهز للتنفيذ، هتدخل تخلص كل حاجة في اليوم ده لما الاشارة توصلك من دونج، بعدها نقدر نعمل التمرد بتاعنا بكل سهولة. وفضلوا يضحكوا علشان شكلهم كده ناويين يولعوا الدنيا. في نفس الوقت شفنا ذكريات غريبة للملكة وهي في مكان متدمر والنار مولعة فيه من كل مكان. وقتها كانت هي بتنده على بنت صغيرة لكن للأسف جه شخص غريب وقتلها. فجأة الملكة قامت مخضوضة من النوم وكان واضح ان الكوابيس دي هي متعودة عليها لان الملك وقتها كان جنبها وبدأ ياخد باله منها. وواضح كده ان تاريخ المملكة دي فيه تفاصيل كتير جدا احنا لسه ما نعرفش حاجة عنها. المهم بعد شوية الملك عرفها ان مهرجان الخريف هيتعمل الاسبوع الجاي، فدي فرصة حلوة انها تغير جو شوية بعيد عن القصر. فالملكة قالت له انها شافت ولي العهد من كام يوم كده وكان شكله متغير على غير العادة، وسألته هو عامل ايه معاك؟ فقال لها انت عارفة انه عنيد جدا، ده غير كمان انه الايام دي مصمم اننا نتعاون مع حكام المقاطعات اللي بيننا وبينهم مشاكل قديمة. فالملكة هدته وقالت له انه مع الوقت هيفهم ما تقلقش. فالملك طمنها علشان ما تتعبش اكتر وسابها ترتاح، لكنها قررت تروح تتكلم مع ابنها علشان ما يعملش مشاكل اكتر من كده. في نفس الوقت ده شفنا بطلتنا ام ضحكة جنان سايبة الجناح بتاعها وخارجة. وقتها ليه شافها من بعيد وقال هي رايحة فين العبيطة دي، وسمعها بتقول انها رايحة للقصر اللي وقتها كانت الملكة متجمعة فيه مع ولي العهد علشان تعرف منه هو لا عايز الاقطاعيين ينضموا ليهم. فهو قال لها انا عارف ان الملك وانت مش عايزينهم بسبب اللي حصل زمان وموت بيا. فالملكة اول ما سمعت الاسم الشاي وقع من ايدها وكان واضح انها زعلت لان بيا دي هي بنتها الصغيرة اللي بتظهر في الكوابيس بتاعتها واللي ماتت زمان على ايد الاقطاعيين دول واللي الملك مسميهم المتمردين واللي لحد دلوقتي مش عايز يسامحهم. فالملكة عرفتهم ان مهرجان الخريف هيتعمل في برج القصر الاساسي وطلبت منه يقرب من اخوه ليه ويخلي علاقته معاه حلوة وما يسيبش الاغراب يوقعوا ما بينهم. فهو قال لها انا فاهم قصدك كويس، لكن كان واضح من نظرته
انه مش هينفذ اوامرها. في نفس الوقت ده كان ليه طلب من ايميلا انها تتعشى معاه النهارده، بالرغم انهم متفقين انه ملهوش دعوه بيها طول ما هي مش بتعمل مشاكل مع حد. فطبعا كانت قاعده كده ومش طايقه نفسها وبتبص له وهي متعصبه، واخر ما زهقت قالت له بقول لك ايه، هو احنا مش متفقين؟ ايه اللي مخليك عايزني النهارده؟ ففضل ياكل ولا كان معبرها، فقالت له كده ونزلت هي كمان في الاكل لما تشوف اخرتها، لكن من كتر ما كانت بتاكل زي الجاموسه راحت مرجعه الاكل كله في وش صاحبنا. فهو بكل طولة بال راح ماسك منديل ومسح وشه بدل ما يقوم يمسحها من الدنيا خالص. فهي ضحكت ضحكتها الرخمه دي وقالت له سوري بقى يا لولي. فقال لها لولي ماشي، المهم انت بقالك كام يوم كده بتروح القصر، ممكن اعرف ليه؟ فقالت له لا عادي، بروح علشان العب مع كايو اللي هي اخته الصغيره يعني. فهو قال لها يا سلام، مع انها كانت تسال عليكي في كل حته النهارده. فايميلا ما بقتش عارفه تقول ايه لانه طلعها بتحور عليه كده، لكن هو قال لها انه مش فارق معاه هي بتروح للقصر ليه، لكن المهم عنده انها ما تعملش مشاكل لان مهرجان الخريف قرب ولازم تتعلم شويه اتيكيت في التعامل الملكي علشان ما تحرجش نفسها. وكان بيلمح انها حماره وبطريقتها دي هتخرب الدنيا هناك. فهي قالت له خلاص فهمت، ومن جواها كانت عايزه تقوم تخبطه بحاجه في دماغه. هو طبعا ما يعرفش انها بتروح هناك علشان تقابل الكاهنه صاحبتها، ده لو عرف حرفيا هيكسر دماغها لانه مش بيحبها. وفعلا تاني يوم شفنا ايميلا رايحه لها علشان تعرفها بموضوع المهرجان ده، وقالت لها انها مش هتقدر تجي لها الكام يوم دول. المهم وايميلا بتساعدها في كام حاجه كده، شافت بتاع غريبه كده موجوده في صندوق لوحدها، ولما حاولت تشوف ايه دي لقيت الكاهنه بتاخدها منها بسرعه وهي متضايقه. فايميلا حاولت تعرف هي ايه دي وليه خافت كده لما هي مسكتها، لكن الكاهنه سكتت وغيرت الموضوع بطريقه غريبه وقالت لها خدي آلة العزف معاكي بقى علشان تتمرني وتسمعيهم في المهرجان. فايميلا اتحمست وقالت لها اعتمد عليا وسابتها ورجعت. في الوقت ده كانت الكاهنه ماسكه البتاع اللي في ايدها دي وبدات تفتكر ذكرياتها زمان، وعرفنا ان دي اداه للعزف برضه، لكن وقتها كانت مع شاب كده اسمه فانج، وكان واضح ان هما الاتنين بيحبوا بعض. المهم لما دخل الليل كانت هي بتفكر مع نفسها كده واتفاجئت بهوشن جايه لها وبدات تقول لها كلام غريب زي ان ازاي المجرمين عايشين حياتهم عادي كده، بياكلوا ويشربوا ويضحكوا ولا كأن حاجه حصلت. فالكاهنه قالت لها انت بتتكلمي عليا ولا على ايميلا؟ لو هي فهي ملهاش دخل باي حاجه، هي مجرد بتيجي تقعد معايا شويه وبتمشي تاني، فبلاش تعاقبيها. فهوشن قالت لها اعاقبها؟ انا مين علشان اعاقب مرات الامير لي شخصيا؟ فالكاهنه اتفاجئت لانها طول الوقت ده ما تعرفش، هي كانت فاكره ان ايميلا واحده من الخدم لان عمرها ما عرفتها حاجه زي كده. فهوشن ضحكت وقالت لها شفتي بقى، طلعت بتيجي هنا تتسلى عليكي بس، لكنها ما تعرفش انك لعنه، كل اللي بيقرب منك لازم تحصل له مصيبه تضيعه. ولا نسيتي فانج اللي راح في داهيه بسببك؟ وده نفس الشخص اللي الكاهنه كانت بتفكر فيه من شويه. المهم فضلت هوشن تلقح عليها بالكلام كده لحد ما هي سكتتها، وبالرغم من كده قالت لها شكرا جدا، انا كده اتاكدت ان ايميلا ما كانتش بتخطط لحاجه ضدي، هي فعلا بتحب تيجي تقضي وقتها معايا هنا من غير اي حاجه، علشان كده انا مش هدخلها في اي مشاكل ممكن تضرها زي ما انت بتقولي. واضح كده انك لسه بتكرهيني جدا ومش قادره تنسي انه اختارنا انا مش انت. وهنا كان قصدها على فانج اللي حباها هي زمان ورفض هوشن دي لانه كان شايفها شخصيه لا تطاق. المهم هوشن بعد الكلمتين دول كانت هتولع من جواها واخدت نفسها ومشيت من غير كلام، لكن بالرغم من كده بعد ما هي غارت في داهيه كلامها كان لسه في دماغ الكاهنه وكان واضح انها زعلت. على الجانب الاخر من القصر وتحديدا البوابه الشماليه، الحرس شافوا شخص غريب بيتسلل لجوه، حاول واحد منهم يلحقه بسرعه لكن الواد ده كان اسرع بكتير وعرف يهرب قبل ما الامير ليه يوصل. وقتها هم عرفوه انه كان خارج من اوضه لبس الاميرات، وشكله كده الواد اللي هم كانوا بيدوروا عليه. فليه ما بقاش فاهم هو مين ده وازاي هو بيقدر يخترقهم بسهوله كده، كمان هو عايز ايه من اوضه زي اوضه لبس الاميرات دي. لكن المهم دلوقتي انه اكد عليهم ياخدوا بالهم جدا، المهرجان خلاص بعد كام يوم وما ينفعش حاجه تحصل. وبالفعل تعدي الايام ويجي وقت الاحتفال اللي كان على اعلى مستوى في المملكه، كل حكام المقاطعات حضروا ووقف الملك يقول كلمته قدامهم عن الخطر اللي كان موجود في المملكه دي، وانه لولا ولائهم ليه ما كانش قدر يتصدى للتمرد اللي حصل من شويه خونه كانوا عايزين يدمروهم. في نفس الوقت لاحظنا ان الامن مشدد جدا اكتر من اي يوم تاني علشان لو اي حاجه حصلت، لكن اللي هم مش عاملين حسابه ان الضربه المره دي هتجيلهم من جواهم. دوريه الحراسه كانت ماشيه في القصر بشكل طبيعي، وفجاه ظهر واحد قدامهم. قائد المجموعه ساله عن كلمه السر واتفاجئ انه عارفها، لكن قبل ما يعمل اي حاجه لقى ناس تانية جايين وراه، وفي ثواني راحوا مخرجين سيوفهم ومخلصين عليهم. الحفله على الجانب الاخر كانت ماشيه تمام التمام ومحدش حاسس باي حاجه. وقتها كان ليه بيحاول يبين ان علاقته بايميلا طبيعيه علشان محدش يحس انهم مش طايقين بعض، لكن الغبيه خربت الدنيا وجت تشربه وراحت دلقه العصير على وشه تاني. لكن وحتى وهم كده هوشن كانت قاعده وراهم وعلى اخرها، فقالت انا لازم اعمل اي حاجه احرج بيها البت دي. فقامت وطلبت من الملك يسمح لها تعزف، فالملك قال لها
لها مفيش مشكله، وقال لهم كمان لو حد عايز يشارك معاها يتفضل. فالاميره جانا قالت له ان هي كمان هتشارك، لكن علشان هوشن عايزه تفضح ايميلا قالت لهم ان هي عايزاها برضه تشارك معاها، اصلها بقالها فتره كده بتتمرن على العزف عند الكاهنه لين. فكل الموجودين اتصدموا ان مرات الامير لي تعرف الكاهنه وتتمرن عندها كمان. ولما هي شافت الكل مصدوم كده ما بقتش فاهمه حاجه، واتفاجئت ان الملك بيسالها هي تعرفها منين دي. فقالت له جلالتك انا دخلت عندها بالصدفه في يوم ممطر بس، ولما عرفت انها موهوبه في العزف طلبت منها تعلمني من غير ما اتدخل في اي حاجه تانية. فالاميره جانا اكدت على كلامها وعرفت الملك انها مش بتكذب. فالملك عدى الموضوع وقال لهم يلا تقدروا تبداوا دلوقتي. وفعلا الثلاثه كل واحده فيهم بدات تعزف، ولكن طبعا ايميلا عزفها حرفيا كان يقرف لدرجه يا عيني ان الملك والملكه كانوا بيتعذبوا من اللي هم سامعينه. في نفس الوقت ده شفنا الواد اللي لسه قتل الحراس من شويه داخل بيكلم ولي العهد شخصيا، وعرفنا انه مش بس يعرفه، ده واحد من مساعدينه المقربين. شويه وجه واحد بلغ اخو ليه الصغير ان في حاجه بتحصل غريبه. ليه لاحظ وبدا يشك فيهم. في الوقت ده شفناهم بيتكلموا مع بعض وبيقولوا ان في مرتزقه دخلوا القصر من شويه ولازم نبلغ الملك. لكن ولي العهد قال لهم لا احنا هنتصرف معاهم لان دي مسؤوليتنا. اللي يقلق بقى هو الواد مساعد ولي العهد اللي اصلا قتل الحراس ودخل المرتزقه، دلوقتي عامل فيها معاهم قدام اخو ليه الصغير بس علشان ما يتفضحوش. لكن ولي العهد كان عارف بكل حاجه وشكله كده ناوي على مصيبه. وفعلا شفنا واحد من المرتزقه موجه سلاحه ناحيه ايميلا وعايز يقتلها بشكل غير مفهوم. السبب الوحيد اللي صدق انه يقتلها علشانه هو الصداع اللي عاملاه ده يخرب بيتها، عزفها زي الزفت. المهم بعد ما الملك والموجودين جابوا اخرهم خلاص قالوا لها طب يا ست شكرا كفايه، متشكرين على الصداع النصف ده يا ايميلا يا حبيبتي. وفجاه ليه شاف الواد اللي بيحاول يقتلها، ففي ثواني جري عليها وحماها بدراعه على اخر لحظه. من الصدمه اللي ايميلا كانت فيها افتكرت ان ليه هو نفس الشخص اللي انقذها زمان من العصابه اللي خطفوها، فبسرعه راحت سنداه قبل ما يقع لان السهم اللي دخل في جسمه ده طلع مسموم. طبعا الدنيا بعدها اتقلبت وكل الحضور طلعوا جري ناحيه الملك علشان يحموه. هوشن الكلبه بقى كانت واقفه بتعيط، مش فاهمين هي بتعيط على ليه ولا على ايه بالظبط، وخصوصا انها كانت بتخطط لحاجه من البدايه. ومن غير سابق انذار المرتزقه كان انتشروا بسرعه البرق في القصر كله وبداوا يقتلوا اي حد يقابلوه من غير اي رحمه. بدا شيانج يصدهم باي طريقه وعرف ينقذ الاميره جانا بسرعه ويرجعها لجوه القصر. لكن المرتزقه كان عددهم كبير جدا. المصيبه بقى انه مش بس المرتزقه اللي كانوا عايزين يخلصوا على كل الموجودين في القصر، لا ده كمان الواد اللي كان خاطف الاميره ايميلا هو كمان كان موجود ومعاه العصابه بتاعته. وقال لهم مش بعد كل اللي عملناه ده يجي شويه عيال ياخدوا كل حاجه على الجاهز، وامرهم يخرجوا هم كمان يخلصوا على كل اللي قابلوهم. فالوضع حرفيا اتقلب مجزره من كل اتجاه. العصابه اللي خطفت ايميلا كان من ضمنهم اللي الواد شيانج قطع دراعه في المعركه الاولانيه واللي ما صدق ينتقم منه اخيرا. لكن الغريب انه لقى القائد بيأمرهم ينسحبوا بسرعه. في نفس الوقت كان الواد مساعد ولي العهد نازل تقتيل في كل اللي قابله اذا كان معاه او ضده. لكن من حظهم الحلو ان الليله دي عرفوا يتصدوا للمرتزقه وبسرعه نقلوا ليه للدكتور علشان يعالجه. وقتها كان هو غايب عن الوعي وبدا يتخيل ذكرياته وهو صغير مع والدته المتوفيه، وفجاه راح فايق بعد ما الدكتور خلاص كان عرف يخرج السم من جسمه. وقتها كانت ايميلا جايه وسمعته بيسال عليها، فحاولت تتصنت شويه لكن الغبيه سندت على الباب جامد وراحت وقع على وشها قدامهم وقالت له الحمد لله على السلامه، انا جبت لك دواء معايا هيخليك كويس جدا. فقال لها ما تفتكريش اني دافعت عنك علشان حاجه، انا بس ما كنتش سامح نفسي لو كان حصل لك حاجه قدامنا كلنا كده لان ده هيكون عار علينا كلنا. فايميلا قالت له خلاص فهمت ومشيت وهي متضايقه من طريقته معاها. فالمساعد بتاعه قال له انها اكتر واحده كانت قلقانه عليه وهو تعبان فما كانش ينفع يكلمها كده. لكن ليه كان متضايق وفي نفس الوقت كان بيفكر في اللي حصل وبيسال هي ليه هوشن صممت تخلي ايميلا تعزف معاهم لان ده هيخليها مكشوفه للقاتل اكيد، ده كله مش صدفه. فجأة واحد من الحرس دخل قال له إن الأمير دان جاي بأمر من الملك وعايز يفتش الجناح. فليه خرج وسألهم في إيه واستغرب لما شاف البت مساعدة هوشن معاهم. اللي حصل من شوية بقى إن الملك كان متعصب جدا إن إزاي المرتزقة عرفوا يدخلوا كده وكل الحرس ده موجود، وعرفهم إن في خاين بينهم أكيد، فطلبوا منه يديهم فرصة وهم هيكتشفوا الموضوع ده. لكن وقتها هوشن جت وقالت لهم إن الخاين هي إيميلا مرات الأمير ليه. فالملك قال لها إن إيميلا ما بقالهاش كتير هنا وما تقدرش في الوقت البسيط ده تخطط لحاجة زي كده. فهوشن قالت له ما هي مش لوحدها، المرتزقة دول كانوا يعرفوها من زمان والمساعدة بتاعتي شافتها بتبعت
بتبعت لهم رسائل بآلة العزف بتاعتها، علشان كده الملك امرهم يدوروا في الجناح بتاعهم، وفعلا سمحوا لهم يعملوا كده. وكان واضح ان البنت مساعدة هوشن دي بتدور على حاجة معينة، هي عارفة انها موجودة ومش فاهمة هي راحت فين دي، هم قالوا لها انها هنا. مسكت صندوق كده خاص بإيميلا وحاولت تفتحه، لكن وقعت من ايدها وخرج منه حاجات قديمة بتاعتها، ومنهم لعبة كانت بتاعتها وهي صغيرة واللي للأسف اتكسرت. وتفاجئ ليه ان إيميلا بدأت تعيط وطلبت منه يخرجهم من هنا، فالبت فضلت تعتذر كتير لكنهم خرجوها بره. المهم بعد ما مشيوا إيميلا بدأت تدور في الأوضة، فليه سألها بتدور على ايه؟ آلة العزف صح؟ فقالت له ايوه. انت تعرف مكانها؟ انا كنت سايباها هنا انا متأكدة. فقال لها ايوه انا حرقتها. انت ما عندكيش فكرة ان الحاجة اللي كانوا بيدوروا عليها دي هي آلة العزف والرسائل اللي كانت جواها؟ فقالت له بس انا متأكدة ان الكاهنة مستحيل تعمل فيا كده. فليه سكت شوية وقال لها مش لازم تكون هي اللي حطت الرسائل دي، اي حد ممكن يدخل ويعملها علشان يوقعك ويبين انك الخاينة. وعرفها ان عقاب الخيانة هو موتها هي واي حد كان يعرفها، منها اهلها والخدم اللي معاها، وهو شخصيا ممكن يموت. لكنه عرفها بالمجرم اللي هو شافه داخل اوضتها من كام يوم علشان ينفذ خطتهم، علشان كده كان عايزها تكون حذرة اكتر لان المرة الجاية محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل. وفجأة وهو واقف كده بدأ يحس انه دايخ، لكن إيميلا لحقته قبل ما يقع، وبالصدفة ليه لاحظ ان في اثار دم غريب على بقها. طبعا هي اتحرجت ورجعت بسرعة على اوضتها قبل ما يسأل هو ايه ده، لكن وقتها بطلنا افتكر وقت ما هو كان بيغمى عليه من تأثير السم، هي كانت عمالة تخرج الدم ببقها. في الوقت ده شفنا شيانج واقف قدام البوابة الرئيسية ومعاه اوامر من الامير دان انه يلاقي دونج تشي باي طريقة، والواد ده هو زعيم العصابة اللي خطفت إيميلا، ان هو اللي خطط لهجوم المتمردين اللي حصل امبارح. وفعلا وقتها شفنا دونج تشي بيتكلم مع مساعد ولي العهد، وكان عايز يعرف ليه انطلب منه يقتل الاميرة وقت الحفلة، وفي نفس الوقت اتفاجئ بالمرتزقة عايزين يقتلوا الملك. فالواد قال له ادينا بنحقق في الموضوع اهو، عارف احنا اعدائنا كتير. فدونج قال له انا حاسس ان اللعبه هتقفل عليا وانا اللي هشيل الليله كلها، علشان كده كتبت اعترافي كله هنا في حال قبضوا عليا. فالواد قال له لا ما تقلقش، ولي العهد قال انك لازم تروح. ومره واحده راح خانقه بحبل علشان يخلص عليه، لكن دونج عرف يهرب على اخر لحظه. وقتها شيانج اتفاجئ انه جاي بيجري ناحيتهم وفي سكينه في ظهره. في اليوم اللي بعده شفنا الملك شخصيا رايح يتكلم مع الكاهنه وبيقول لها ما كنتش اتوقع ان ازورك هنا بعد السنين دي كلها، وعرفها بالهجوم اللي حصل امبارح من المتمردين. فالكاهنه فهمت انه لسه بيتهمها برضه باللي حصل من قبيلتها زمان، مش كفايه اللي حصل له من تحت ايديكم زمان انت والخاين اللي اسمه شوان ده؟ ايه بقى الفرق بينكم انتوا الاتنين؟ وعرفنا ان شوان ده هو اللي قاد التمرد اللي حصل هنا من فتره، وكان معاه دونج تشي. وقتها كانت الكاهنه موجوده وسط الناس عادي وبتطلب منه يسيبهم لانهم مالهمش ذنب، وكان حبيبها فانج من ضمنه مساعدينه وطلب منه يسيبها تمشي. فدونج تشي قال له لو عايزها تمشي امسك السكينه دي واقتل الناس دي كلها. الكاهنه اتصدمت انه فعلا اخد السكينه وكان عايز يعمل ده، حاولت تمنعه باي طريقه لكن للاسف ما قدرتش. وحاليا شوان ده مرمي في السجن ودونج تشي بين الحياه والموت. علشان كده الكاهنة شايفة ان الصراعات اللي كانت بينهم دي هي كانت السبب في موت فانج. في نفس الوقت كان مساعدين ليه بيعرفوه باللي حصل وبالرسالة اللي دونج تشي سابها، فهو كان عايز يعرف هو قال حاجة عن إيميلا ولا لا. فقالوا له غريبة يعني، اشمعنى بتسأل عليها دلوقتي؟ شكلك كده وقعت لما شفتها بتخرج الدم من دراعك. فهو فضل مصمم ان الجوازة دي اتعملت بس علشان مصالح العشائر، وهو ما عندهوش اي مشاعر لإيميلا، فيسكتوا بقى. وفجأة لقاها داخلة وبتقول له انها عملت له الاكل اللي هو بيحبه علشان يتقوى كده. فكلهم فضلوا يضحكوا عليه لانه قال ايه مفيش اي مشاعر. قال في نفس الوقت كان الملك مجتمع بقادة المملكة علشان يشوف مين المسؤول عن اللي حصل ده، وامرهم يفتحوا تحقيق في الموضوع، وقرر اقالة كام واحد منهم. كمان خطة هوشن والخادمة اللي معاها دي اتكشفت، والملكة عرفت انها كانت عايزة تورط إيميلا في خطة اغتيال الملك، علشان كده اتحكم عليها بالنفي من المملكة. وبالنسبة للخادمة بتاعتها فاتحكم عليها بالجلد حتى الموت. وقتها كانت بطلتنا ام دماغ تعبانة واقفة في المطبخ، وعرفت انها خربت الدنيا والحاجات اللي هي حطتها في الوصفة زي الزفت. فطلعت جري تقول لهم محدش ياكل، لكن كان خلاص بقى. وفضلوا كلهم يضحكوا ويقولوا لها بالله عليكي ما تعمليش اكل تاني. المهم في اخر اليوم الملك بلغ المساعد بتاعه انه هيخرج للصيد بكره، وامره يعرف كل قادة العشائر علشان ينضموا ليهم. وفعلا مع طلوع النهار شفناهم في الغابة وكل حاجة كانت ماشية تمام، لكن الغريب وقتها ان كان في كام واحد كده شكلهم غريب واقفين مراقبينهم من بعيد. اطلقوا الصقر اللي معاهم علشان يحدد لهم المكان اللي الملك متجه له، لكن المشكلة ان الصقر كان ماشي ورا إيميلا الذكية
ذكيه اللي سابت الناس كلها وراحت تجري ورا ارنب عايزه تصطاده. ومره واحده لقت نفسها في مواجهه الاغراب اللي ضربوا سهم قدامها علشان يهددوها، فإيميلا حاولت تهرب بسرعه لكن واحد منهم ضربها بسهم وقعها على الارض وكان خلاص هيخلص عليها، لولا ان على اخر لحظه ليه جه وقتل الواد من بعيد. بعدها امر المساعدين بتاعه يخلص عليهم وهو هينقل الاميره بسرعه علشان تتعالج، لكن طبعا الوضع مش هيمشي بسهوله كده، فليه قال لها تستخبى بسرعه وهو بدا يقتل فيهم واحد ورا التاني. لكن فجاه عيل منهم جه من ورا الاميره وثبت السيف على رقبتها وقال له يرمي نفسه من فوق الجبل ده دلوقتي والا هيقتلها. فليه ما بقاش عارف يعمل ايه. مره واحده لقى ايميلا بتقول له يلا نط، ولا بتفكر تضحي بيا علشان يفضلك الجو مع حبيبه القلب. فهو فهم انها بتحاول تخدع الواد ده وتشتت تفكيره، وقال لها ايوه على الاقل اخلص منك واروح اتجوز واحده تانية. وبدا يتشتت هنا وهناك لحد ما ايميلا عرفت تهرب منه، وجي ليه والمساعد بتاعه خلصوا عليه. بعدها بدا بسرعه يعالجها من الاصابه لحد ما يوصلوا للقصر، وطلب منها ما تعرفش اي حد باللي حصل ده ولا حتى تالي مساعدتها لحد ما هو يتصرف، وكان عايزها تثق فيه لانه عايز يحميها. وبالليل شفناهم عاملين مخيم في الغابه وعرف ليه الملك باللي حصل ده، فهو قال له خليك جنبها لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل. وفعلا هو راح لقى الخدم بيجهزوا الخيمه اللي هيكونوا فيها مع بعض، وقبل ما تالي تخرج قالت لها فرصتك بقى. فايميلا اللي ما كانتش مركزه اصلا قالت فرصه ايه، وعلى ما استوعبت قالت له بقول لك ايه، انا بعمل حركات لا اراديه وانا نايمه، يعني ممكن اخبطك في وشك. هو بقى ما كانش في دماغه حاجه الراجل وقرر انه هينام على الارض، فهي قالت احسن يا زين ما عملت. في الوقت ده شفناه بيتفرج على السهم اللي الاميره اتصابت بيه وبيفتكر اخر حرب شارك فيها مع اخوه ولي العهد، ولو اللي في دماغه ده طلع صح فدي هتكون مصيبه. واللي اكد الشك ده عنده ان الملك برضه قال نفس الكلام، الاسهم اللي عليها الشكل ده موجوده بس عند جناح ولي العهد، فهل معنى كده انه المسؤول عن الهجوم اللي حصل؟ امر وزير المملكه يحقق في الموضوع ده بشكل سري، وقال له يعرف الامير ليه يخلص من جثث المرتزقه دول. تاني يوم شفنا ليه وايميلا عمالين يصطادوا سمك مع بعض وشكلهم ما يدلش خالص انهم كانوا هيتقتلوا امبارح، لكن دول اهم حاجه عندهم الاكل الاول وبعدين نشوف موضوع المرتزقه دول. وللاسف بالليل وهم قاعدين جه مساعد ليه وعرفوا ان الملك اصدر قرار اعدام بالسم للكاهنه من كام ساعه، وده لانه اتهمها انها مشاركه في محاوله الاغتيال. فليه اتفاجئ لانه ما كانش يعرف حاجه عن الموضوع ده وقال له ما تقولش لايميلا حاجه. فيا ترى الاميره هتعمل ايه لما تعرف اللي حصل ده، وهل فعلا الكاهنه كان لها دخل بمحاوله الاغتيال ولا الشكوك اللي حوالين ولي العهد صحيحه وهو اللي بيحاول يقتلهم علشان يستولى على الحكم؟ وايه اللي هيحصل في علاقه ليه وايميلا اللي بدات تتطور اكتر من الاول وبقت حلوه؟ ده اللي هنشوفه في الموسم الثاني من الانمي. قولوا لي بقى في التعليقات لو عايزين نكمل الحكايه، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده، ويلا سلام.